مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اكثر من 2,830,000 ديال البشر هنا في اسبانيا جالسين بلا خدمه بمعدل 11.76% من الناس اللي كيقلبوا على خدمه وما لقاوهاش. الحكومه كتطلع لنا وكتقول بان كاين مناصب شغل، كاين فرص عمل، لكن ما لقيناش الناس اللي يخدموا فيهم. ومكتب الشغل كيقول العكس، يقول البطاله ارتفعت بزاف في هذه البلاد، وصلت 11.76%. فين كاين المشكل؟ علاش هذا التناقض؟ المشكل كاين في هذه لا جينيراسيون اللي كاينه دابا واللي طلعت. هذه الجينيراسيون والمعروفه بلا جينيراسيون نيني طرباخان سوديان، بمعنى ما باغينش يخدموا وما باغينش يقراو وما عندهم حتى شي حرفه. الحكومه باش تكوفري هادو بوستوس ديال الخدمه اللي كاينين هنايا وما لقاوش لهم الخدامه، كتجه المهاجرين، كدير لهم اوراق ديال عام باش يخدموا في هذوك الخدمات اللي ما بغاوش ولاد البلاد يخدموا فيهم. هذوك المهاجرين الا ما كانوش هنا في اسبانيا كدير المجهود ديالها كامل باش تجيبهم خارج اسبانيا، دير لهم الاوراق ويخدموا في هذوك الخدامين اللي ولاد البلاد ما بغاوهمش. لهذا في سنه 2022 في الصيف ديال 2022 الحكومه ديال بيدرو سانشيز خرجت بواحد التعديلات كبيره بما يخص قانون الشغل، وخرجت لينا بواحد المشروع جديد. هذا المشروع هو الريغو بارا لا فورماسيون، والمعنى ديالو انك خاصك دير واحد تكوين خرع على واحد الخدمه اللي اسبانيا عندها خصاص فيه باش يديروا لك الاوراق ودخل الميدان الشغل بطريقه قانونيه. وعلى ذكر مشروع ديال الريغو بارا لا فورماسيون يعني الاوراق وين، هو مشروع فاشل، والحكومه عارفه بانه مشروع فاشل، واكثر من 90% ديال المهاجرين اللي كاينين هنا في اسبانيا دفعوا بهذا الريغو بارا لا فورماسيون، يعني دفعوا بهذا القانون ديال التكوين المهني وما حصلوش على الاوراق ديالهم. اسبانيا اشنو باغا دير؟ اسبانيا باش كتكر فقط كتكر باش هادوك مناصب الشغل اللي عندها خصاص فيهم، اللي ما لقاتش اللي يخدم ليهم، تخدمك نتايا وتخدمك انت فيهم، باش لان ولاد بلاد ما باغينش يخدموا فيهم. وهاد الخدمات هادو هما من اكفس الخدمات اللي كاينين هنا في اسبانيا، وهذا هو محور واللي غادي نهضروا عليه في هذا الفيديو، اكفس الخدمات في اسبانيا. قبل ما نبداو تفاصيل مشاهدينا الكرام، اللايكات ديالكم مهمين بزاف، تابوناو معنا في القناه. انا عزيز الادريسي وهذه هي قناتي استشارات عزيز. اليوم غادي نهضروا على 3 الخدمات هنا في اسبانيا من اكفس ما يكون، ما كتخلصش مزيان، وزيد على ذلك ما عندكش الوقت باش تجلس مع داركم، ما عندكش الوقت باش تجلس مع اصحابك، ما عندكش الوقت باش تجلس مع وليداتك. هاد الخدامي هادو اولا هي كاماريرو، يعني سرباي، كتخدم سرباي في واحد الريستورون او في واحد الكافيتيريا. ملي كدير كونترا مع الباترون مع مول الشي باش تخدم فقط 40 ساعه في السيمانه اللي كيقول القانون، 40 ساعه في السيمانه. ملي كتبدا الخدمه معاك كتلقى راسك انك خدمتي اكثر من 40 ساعه في السيمانه. ملي كيجي الاخر ديال الشهر ما كيخلصكش في هذوك السوايع اللي زايدين اللي خدمتيهم. عندك توقيت باش تدخل تخدم، لكن ما عارفش راسك وقتاش غادي تسالي. ملي كتسالي كتسنى حتى كيمشيو الكليان، خاصك تجمع قهوه كامله، خاصك تشطب، خاصك تغسل المواعن، خاصك تبريباري الا غد ليه. ملي كتجي تشوف كتلقى راسك خدمتي اكثر من 40 ساعه، وفقط غادي تخلص 1200 الاورو في الشهر، وعندك نهار واحد في السيمانه ديال الراحه. الخدمه الثانيه وهي الفلاحه، خدمتي تخلص، ما خدمتيش ما تخلص، وخاصك تصبر الشتاء، وخاصك تصبر البرد، وخاصك تصبر الشمس، وكذلك خاصك تصبر لهذاك بوكرش ديال الخفي اللي واقف عليك النهار كامل. في هذا الميدان هذا او في هذه الخدمه هذه كاينين بالحاسه بزاف، يعني الحاسي الكابا كاينين بزاف في هذا الميدان ديال الفلاحه. هنا في اسبانيا كنلقاو واحد الفلاح عنده اراضي كثيره وعنده الناس كثارين خدامين معاه، اغلب ديالهم مهاجرين بلا وراء. المعلم اش كيدير؟ كيشد واحد منهم وكيديروا باترون عليهم كاملين، يعني كيديروا شاف عليهم كاملين باش يتفاهم معاهم هو ويوصل الهضره من عندهم هو المعلم الكبير. في الاول كيوعدوك باش يديروا لك كونترا، ملي كيوصل الوقت ديالك باش تدفع انت الوراق وتحصل عليهم وخاصك الكونترا، كتصل بهذاك الشاف ديالك. الا كان هذاك الشاف ديالك ولد بلادك غير صبر راه غيدوز عليك الدكاكه. ملي كتصل به باش يديروا لك كونترا كيطلب منك الفلوس تاع 7 8 حتى ل 9000 الاورو باش هو يمشي ويقولها للمعلم ديالو ويديروا لك كونترا. وهذا الشيء راه معروف وكنعرفوه، الناس ديال ويلبا كيعرفوه، الناس ديال مورسيا كيعرفوه، وكذلك الناس ديال الميريا كيعرفوه. الا كنتي عاد جيتي لاسبانيا بطبيعه الحال ما كتعرف حتى شي واحد وطحتي في هذا الميدان وبديتي خدام في الفلاحه، انا كنصحك غير صبر واحد العام او عامين، جمع شويه الفلوس، تعلم شويه اللغه وخوي السيكتور، لان هذاك الميدان ديال الفلاحه ما صالحش. هذاك الميدان ديال الفلاحه كيدي لك غير الصحه ديالك. والخدمه الثالثه واكفس الخدمات هنايا في اسبانيا هي الخدمه في الديور، تراباخادورا ديال الوغار. ملي كتدخلي للدار وانتيا طيب جفف خرق لبس سخر دير كل شيء، هما جالسين كيتفرجوا فيك. نهار يتسالى الشهر غادي يعطيوك 900 الاورو او 1000 الاورو، وما عندك حتى نهار ديال الراحه، وما دايرين لك لا كونترا لا والو. كيتعاملوا معاك ماشي كتخدمي يعني بجهدك، كدير النيه ديالك وكلشي، كيقول لك ما درتي والو، لا خلاص شويه وصافي، ما شي حاجه شويه وصافي، ما
شي حاجه. ونهار ما يبغيو غادي يجريو عليك. هادو هما الخدامي اللي باغا اسبانيا تخدم فيهم انت. هادو هما الخدامي اللي اسبانيا عندها خصاص فيهم. هادو هما الخدامي وعلى اثر ديالهم اسبانيا قامت بواحد المشروع وخرجت لنا واحد المشروع جديد اللي هو الريكو بارا لا فورماسيون، يعني الوراق بالتكوين. خاصك تقرا على هاد الخدامي هادو باش يديروا لك الوراق وتبدا خدام فيهم. اسبانيا ما بغاتكش تطور راسك، اسبانيا بغاتك تبقى ديما خدام ليهم هذوك الخدامي اللي ما باغينش هما يخدموا فيهم. انا كنصحك الا كنتي خدام شي وحده من هادو، صبر واحد الوقت، قلب على احسن منها، طور المهارات ديالك، ما تبقاش جالس، فكر في راسك وفكر في المستقبل ديالك. مشاهدينا الكرام، كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى فيديو مقبل ان شاء الله.